54,000 مشاهدة على الفيديو الشورت اللي عندي. كيفاه جبته وكيفاه تقدر تجيبه؟ تابعوا معي الاخر وتوكم نقول لكم كلش. وراني عارف معظمكم راح يقول لي راك تتفاخر بفيديو واحد بركة، كاين ناس جابت ملايير المشاهدات وما تفاخرتش. هي نعم يعني كاين ناس جايبه ملايين المشاهدات ومش تتفاخر بفيديوهاتها، بس انا لما صورت هذاك الفيديو ونشرته ما تعبتش فيه طول، يعني مونتاج كان ضعيف، الفكرة كانت مش بالفكرة القوية. كنت يعني أنا متوقع منه يجيب 1000 مشاهدة 2000 مشاهدة على الأكثر يعني. بس صراحة يعني صدمني إنه جاب أكثر من 50,000 مشاهدة، وهو تقريبا أكثر فيديو عندي مش متعوب فيه، بس مشاهدته عالية يسر. وجاب لي حوالي 300 مشترك، يعني جاب 300 مشترك جديد يعني. مع انه صراحة عندي انا فيديوهات متعوب فيها من ناحية المونتاج، وكنت عندي تقريبا ايامات وانا نخمم على الفكرة، ومن الاخر ما يتجاوز حتى ال 500 مشاهدة طول. والمشتركين يا رب يجي فيهم 4 مشتركين زيادة على كثر يعني. وانا صراحة بعد ما شفت هذيك دخلت في حالة صدمة وتفكير عميق. يعني تخيلوا انشر فيديو واحد في اليوم شورت، يعني قصير واحد في اليوم مدته 12 ثانية فقط، وجبت 300 مشترك في اليوم الواحد. يعني تقريبا في 3 أيام نقدر نجيب فيها 1000 مشترك بطريقة سهلة جدا يعني. اوكي يعني شو يعني شو بدي اسوي؟ يعني شو ما فهمت. عايزه تفهمي افهمي، مش عايزه تفهمي ان شاء الله عنك ما فهمتي، وان شاء الله عنك ما اتفرجتي، والهي يا رب تموتي غبيه زي ما اتولدت غبيه. يلا. مش لازم يعني تسوي فيديو فكرة تاعو أسطورية جدا مع مونتاج أسطوري رهيب. تقدر يعني تسوي حرفيا فيديو قصير شورت، فكرة بسيطة مع مونتاج متوسط تحت المتوسط، وممكن تخرج لك يعني مشاهدات عالية ومع مشتركين عاليين يعني صراحة فيديو شورت قصير تقدر تجيب منه مشتركين. يعني إذا كنت عايز تفتح قناة على اليوتيوب ركز على الفيديوهات الشورت، هذه نصيحة. ركز على فيديوهات شورت لأنها صراحة بتساعد جدا. والله ما بعرف إذا كانت نصيحتين هذو حيفيدوكم كثير، بس يعني أنا جربت أعطيكم يعني نصيحة من عندي وخلاص. وراح أكررها مرة ثانية. أول شيء ركزوا على فيديوهات شورت، فيديوهات شورت بتفيد. وثاني شيء ما تركزوش على المونتاج الأسطوري والفكرة الخرافية، فكرة عادية مع مونتاج متوسط بس. وهذه خاتمة الفيديو، يعني بتمنى أكون مفدتكم ولو بشوي، ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك والسلام.